السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب هذا القصيدة الشعرية على العدوان. بداية الحرب أتتني حرقة على اليمن وعلى بلد اليمن، قلنا يا ذي تعديت اليمن ما تحنب، لأنك تعديته وما بش أسباب، وقلت مطلبكم عز مطلب تقضي على الحوثي وصف الإرهاب والقصف، كم دمر خطوط وخرب، وكم مدارس تابعة للطلاب، والشعب ذي يقتل وذي يصوب، هذا وسط بيته وذا في الباب، ومن قتل جاره قتل ويصلب، تأكدوا يا لابسين أثواب، يا أبو عقال من قل ما تأدب، دخلت ورطة تتعبكم أحناب، وأنا يماني ما بقى يتحزب ولا معي رغبة لكل الأحزاب، ولا مع الحوثي ولا مع الحب ولا مع مدحج، وكلنا أصحاب، أنا مواطن بعد حالي اشقب، قلنا فلاح واللعنة على ذي كذاب، على الوطن دمي يحرق ذي الهب، والقصف سبب لي تشنج أعصاب، أنوي تجاهد وين شفت المكتب، فين أسجل من يرافقني جاب، هدوا نجاهد لا حدا يعجب، أو نقبض ضربة حديقة العاب، ولا عصير الليم طاز يشرب، ولا نقول احنا وياهم نساب، ولا نقول سلمان باي ثوب، بالرز والسكر من قال نصاب، والحب سكته شاي شيكم الحب، 4 قواطر و40 قلاب، الله قد سوى لنا مرتب، ومن تمسك به نجي ولا خاب، او تعلوه جاد المقرب، يا ري قتلني وابن عمي اصطاب، ومصر والسودان دي تعصب، وكل العرب مكشرين الانياب، وكل واحد حصته تقرب، لحمه وشحمه، لحمه وشحمه شقها ومعصاب، وشق صاروخ جاء مذنب، وقنبله عنقوديه يا الاحباب، او خبر فنان المقلب مشتاق يا صنعاء والشوق قلاب، واخر كلامي ذي هو اكبر مكسب على النبي، صلوا معي يا الاحباب، هذا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.